وجه حازم إمام عضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق لكرة القدم انتقادات قوية إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب. وقال حازم إمام في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: النادي الأهلي قد يكون لديه أسباب غير معلنة في ملف رفض خوض لقاء القمة ضد نادي الزمالك. وأضاف: وجود حكم مصري لتحكيم لقاء القمة ضد نادي الزمالك لا يستدعي انسحاب النادي الأهلي من خوض اللقاء. وأوضح: نادي الزمالك كان لديه اعتراض على ملف التحكيم، وخرج بالفعل أحمد حسام ميدو لتوجيه انتقادات إلى الحكام، ولكن الإدارة البيضاء تتمسك بحق الفريق الشرعي في الاستمرار بالمسابقة. وتابع: نادي الزمالك كان لديه اعتراض على التحكيم، ولكن لم نخرج للحديث عن رفض المشاركة وإعلان الانسحاب. وزاد: تصعيد النادي الأهلي في ملف مواجهة القمة كان كبيرا للغاية، وقد تظهر أسباب جديدة بشأن ذلك في الأيام المقبلة. وواصل: نادي الزمالك لم يتعرض على موعد مواجهة الأهلي في انطلاقة الدور الثاني الحاسم، ولكن كان الاعتراض على موعد لقاء مودرن سبورت في بطولة كأس مصر. تداولت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية أنباء عن احتمالية انتقال مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي والزمالك السابق إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في إطار سعي القلعة الحمراء لتدعيم صفوفها استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية منتصف يونيو المقبل. كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة لم تفتح أي مفاوضات رسمية مع مصطفى محمد في الوقت الحالي، حيث تركز خطط الفريق على التعاقد مع مهاجم أجنبي بدلا من ضم لاعب مصري في هذا المركز. وأوضح المصدر أن الأهلي يحترم قدرات مصطفى محمد ومسيرته الاحترافية، لكنه يرى أن ضم لاعب دولي من خارج مصر سيكون أكثر فائدة للفريق في المرحلة المقبلة، خصوصا مع التحديات الكبيرة التي تنتظر الفريق على المستويين المحلي والدولي. أضاف المصدر أن التفكير في ضم مصطفى محمد قد يصبح خيارا مطروحا فقط في حال قرر اللاعب إنهاء مشواره الاحترافي والعودة إلى الدوري المصري، وهو ما قد يدفع الأهلي لدراسة إمكانية التعاقد معه، خاصة أنه سيتم قيده حينها كلاعب محلي، ما يمنحه ميزة إضافية في حسابات القائمة المحلية. تطورات موقف الأهلي في أزمة مباراة القمة والتصعيد للجنة الأولمبية المصرية: يجهز مسؤولون نادي الأهلي حاليا مستندات وأدلة جديدة لتدعيم موقفهم في أزمة مباراة القمة الأخيرة التي تم تصعيدها إلى اللجنة الأولمبية المصرية للبات فيها. ويتطلع الأهلي لتقوية موقفه القانوني في هذا الملف من خلال تقديم خطابات ومستندات تؤكد صحة موقفه وأحقيته في عدم الذهاب إلى استاد القاهرة لخوض مباراة القمة. وقدم مسؤولو القلعة الحمراء أكثر من مستند للجنة الأولمبية المصرية، وما زالوا يجهزون أدلة جديدة سيتم تقديمها حتى يوم 24 من مارس الجاري، وهو الموعد الأخير الذي حددته اللجنة الأولمبية لاستقبال أوراق ومستندات من الجهات المتصارعة في هذه القضية. إدارة الأهلي أرسلت أكثر من مستند للجنة الأولمبية المصرية لتدعيم موقفها في هذه القضية، آخرها صور وصول طاقم تحكيم سعودي إلى القاهرة لإدارة القمة في نفس يوم المباراة، وهي الصور التي ظهر فيها مندوب من اتحاد الكرة شريف عبد العزيز في استقبال الحكام، ما يؤكد أن اتحاد الكرة كان يرغب في تأجيل القمة لمدة ساعتين أو 24 ساعة حتى تقام بحكام أجانب، وهو ما يقوي موقف الأهلي. بدأت الأزمة عندما رفض الأهلي الذهاب إلى استاد القاهرة مساء يوم 11 من مارس الجاري لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز، وذلك بسبب إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري. وأكد الأهلي أن اتحاد الكرة تعهد بإسناد القمة إلى طاقم تحكيم أجنبي، ونفس الأمر بالنسبة لرابطة الأندية المحترفة التي تدير مسابقة الدوري. وذهب مسؤولو القلعة الحمراء إلى أن إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري أصابهم بصدمة، لذا رفضوا خوض اللقاء. ولم يذهب الأهلي إلى استاد القاهرة، فيما ذهب الزمالك وطاقم التحكيم المصري بقيادة محمود بسيوني الذي أعلن انتهاء اللقاء بعد 20 دقيقة لعدم حضور الأهلي. وقررت رابطة الأندية بعدها اعتبار الزمالك فائزا بنتيجة 3-0 على أن يتم خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم. الأزمة أخذت منعطفا جديدا بعدما قدم الأهلي شكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد كل من الاتحاد المصري لكرة القدم
ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين، بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف. ثم تداخل الزمالك في الأزمة بعدما قدم شكوى هو الآخر إلى اللجنة الأولمبية، مطالبا بعدم التراجع في العقوبات التي تم توقيعها على الأهلي من رابطة الأندية. إدارة الأهلي أرسلت أكثر من مستند للجنة الأولمبية المصرية لتدعيم موقفها في هذه القضية، آخرها صور وصول طاقم تحكيم سعودي إلى القاهرة لإدارة القمة في نفس يوم المباراة، وهي الصور التي ظهر فيها مندوب من اتحاد الكرة شريف عبد العزيز لاستقبال الحكام، بما يؤكد أن اتحاد الكرة كان يرغب في تأجيل القمة لمدة ساعتين أو 24 ساعة حتى تقام بحكام أجانب، ما يقوي موقف الأهلي. ومن المقرر أن تصدر اللجنة الأولمبية المصرية قرارها بخصوص هذه الأزمة قبل مباريات الجولة الثانية للمرحلة النهائية للبطولة، أي قبل مباراة الأهلي بيراميدز يوم 12 من أبريل المقبل. ويترقب الأهلي قرارات اللجنة الأولمبية من أجل تحديد موقفه النهائي، وهل سيواصل المشاركة في بطولة الدوري أم سيصر على موقفه وينسحب منها حال اعتماد اللجنة الأولمبية قرارات رابطة الأندية.